بعد 13 يوم اليوم بتكلم بشكل سريع جدا عن بعض المسلسلات اليمنية اللي شفتوها مثل هذه، وعشان ما اضيع لكم في وقت. ايوه في ايجابيات وفي سلبيات برضه. طيب مبدئيا بالنسبه لمدرسه المشاغبين، انا المسلسل اعجبني الفكره. بالنسبه لي هذه احسن فكره. خلي بالكم في فرق بين الفكره وبين الكتابه وبين السيناريو. الفكره رهيبه، الممثلين ممتازين وقادر انك تبني عليهم حاجات كثيره. الاحداث بالنسبة للسلبيات فالسلبيات كثير. أنت معك مسلسل في 30 حلقة، تجلس بكل حلقة تجيب لي حوار النفس، وكل مرة لازم تشرح لي الأحداث. هي هذه الفلوس اللي تجيبها لي يا بابا ترجع لك، بس كيف بوصل الفلوس للأستاذ ناظم؟ كمان أنا بنت ما بقدرش أروح القسم. طبعا هذا الشيء موجود مش بس من مسلسل المشاغلين، هذا الشيء موجود ب20 مسلسل ثاني. مش عارف أنا، يعني لازم مسلسل يمني لازم يتكلموا مع أنفسهم. أنا مش عارف لازم تتفرج للمجانين أنا ولا كيف. طب ما انت لو جبت لي قليل شنو نقول اوكي تطعيمات لمسات خفيفة، لكن تجيب لي بكل مسلسل بكل سنة، كل سنة نعمل لكم نفس الكلام كل سنة، بعدين تقولوا انه احنا جالسين ننتقدكم. بالنسبة اللي هي حق الأستاذ محمد قحطان، طب بالنسبة لأنك تشي تبين انه كبير بالسن، انت مش مجبر انك تعطي له اللحية هذه الصناعي اللي هي ما تبينش حقيقته. يعني عادي لو جبته بدون لحية وسويت له شنب، انتم مش مجبرين انكم تعملوا له لحية عشان تبينوا انه كبير بالسن. هو كبير بالسن اصلا، هو العمره يتجاوز ال45 يا ما يتجاوزش ال50 اصلا. ايش فيه؟ لا وعادوا جابوا ممثل كبير يمثل دور انه ابن ممثل كبير. بالله عليكم هذا هو خبر؟ على هو خبر، على هو خبر. تعالوا نشوف المدرسة الثانية اللي جنبه، مدرسة الشيوبة. مدرسة الشيوبة بالنسبة لي هي تجربة حلوة لطيفة غير مكتملة، ولكنها تحترم. ليش تحترم؟ لأنه باين جدا أنها بإمكانيات متواضعة. تجربة قد تكون الشبابية الأولى لمحمد رائد برفوش وغيره من الشباب الموجودين معه. هذه التجربة أنا بالنسبة لي احترمتوها وتابعت لحد الحلقة حق 13 أمس، ولكن مش أحلى حاجة في الحياة. أعتقد لو كان مواهب مثل هذه استثمرت مع كتاب ممتازين مع مخرجين، حبة لحد ما نشوف إبداعاتهم. يعني إبداعاتهم في السوشيال ميديا كانت ممتازة، سبحان الله لما نشوفهم بالمسلسل ما كانش أخذ التوقعات. السنة طبعا فارق النقلة وفارق الجمهور وفارق مستوى الإنتاجية. بعد مدرسة الشيوبة أنا بنتقل مباشرة لعند الضايع، اللي أنا شخصيا أعتبره المسلسل الأفضل هذه السنة. خلوا بالكم هذه السنة وليس على مدار المسلسلات اليمنية. في مسلسلات يمنية أفضل منه، ولكن هذا العمل يعتبر الأكثر تكاملا وليس المتكامل. أوكي كل احنا عارفين طبعا انه هي مسار محمدي نفس الضايعة، هي نفس بنت عبد الله ابراهيم. والدليل قدامنا الاغنية لما يقول لك يا مدور الهدى وهي قدام عينك ما تشوف. عجزت كمان للمحلنة بمشهد المقبرة وهو يدعي، سبحان الله قابي طلعيته. بس عاد لي منية واحدة، أبصر بنتي يا رب بس. يعني اعتقد انه المفضوع ده ما طلعتش مسار هي بنته، فالكاتب هنا يا اما عبقري جدا لو قدر يقنعنا، يا اما انه في حاجه غلط. مبدئيا انا عجبني التصوير، عجبنا الالوان، عجبنا الاخراج، عجبنا المونتاج، في شويه حاجات بالقصه، وهذه الحاجات يعني بصراحه مش منطقيه. عبد الله اخي ابراهيم مشى مع بكار وراحوا للقريه عشان يروحوا لعند ام كريم، مدري ام اكرم. بعدين راحوا لعنده ودقوا الباب، سبحان الله معك محمد نعمان وصاحبه توفيق جالسين يراعوا لهم من وراء الباب يسمعوا. لا طول الطريق هذيك ما ركزوش، ما سمعوش ولا اي خبر. يعني معقول ما دروش انه دكم الاثنين لاحقوهم ولا سمعوا خبر ولا سمعوا صوت؟ يعني يا راجل طب ما تدخلش العقل، هذه تدخلش العقل. انا كيف ادخل هنا؟ ازيدك من الشعر بعيد. عاد في مشهد بحلقة مبكرة لما جاء ايش كلمهم. يزن احنا ما احناش بلاطي يا ابني. ها انتم مش فلاطقة؟ أوب. تنفذوا اللي باقي لكم عليه بالحرف الواحد. أبشر أنت بس لا أقول. قبل ما يوصل حسان لعندها اقتلوها. مش إلا كان مش بلاطقة؟ هيا وكيف معاكم خبر؟ يعني أنتم جبتم شخصية تشتوا تعملوا أحداث، تشتوا تعملوا اللي هي يسمونها دي العقبات التي يمر فيها البطل. طب يا سيدي أنت مش مجبر تقتله بمحمد نعمان توفيق، كان ممكن تقتله بطريقة ثانية. ممكن سبحان الله
بدل ما تحصل هذه الأحداث كلها يجي حنش يقبصك. أنت لو قبصي حنش كان ممكن تموت، وكده كده أنت عرقلت سير خط البطل وخليته يمر بعثرة. منطقي، لا حد قرب على القرية، ولا إنه نحن مش بلاطجة. ما هو لو كان بلطجي كان ممكن يقتل عبد الله إبراهيم أو شخصية حسن وخلاص، يقتله وخلاص انتهى المسلسل. مو في يعني المسلسل حلو، والله إن المسلسل حلو. حرام تخربوا لنا بالحاجات هذه. بعد كده في معانا مسلسل اسمه لصوص العمارة. يا قلبي، مبدئيا أنا بالنسبة لي ده المسلسل كارثة كارثة كارثة. والله العظيم ما أنا عارفنا منين خلعوا دي القصة. يعني أوكي القصة أصلا مهروسة وقد شفنا بكمية مسلسلات عربية وأجنبية وكذا، حكاية إنه العام الظالم وسرقة وكذا. نفترض إن ثيماء وأنه خلاص هم بيناقشوا أحداث بالوسط، مع إن إحنا 30 حلقة نناقش كمان إيش أحداث. لكن إيش في طول المسلسل هم يشرحوا لبعض، طول المسلسل هم يهدروا، طول المسلسل هم يتكلموا. لو عاد في مشهد يعني قمة الواقعية. هيك راحوا يسرقوا وهو راقد، وسبحان الله الضجة كله ما قامش. مو في المشاهد للدرجة دي غبي، للدرجة دي غبي عشان يشوف المشهد هذا منطقي. سلامات. طيب على مزلقناش عاد في نثرات كثير، احنا معانا هنا النثرة الكبيرة جدا. ايش هذه؟ اتق الله، خاف ربك، دول حلال اخوك، مش يكفي اخذت منهم عمارتهم وحملتهم دين من دينهم، حرام عليك. يعني هي المفروض الآن هي لما تتكلم معه يعني الحوار قوي، يعني المفروض إيش بتعمل؟ بتلتفت له. لا، لازم نعيش الجو زي المسلسلات الخليجية القديمة اللي كنا نشوفها قبل 2010. عادتنا كنا بالحضانة. سلامات. يعني إيش في بالأداء حقه ممتاز جدا. إيش معنى لما تلفت له يا أخي ما يجريش شيء، ما يحصلش حاجة كده تلفتي له وقلتي له الحوار لوجهه بتحس بشوية صراع. لكن تتكلمين مع الجدار، لو عايش الجو مشكلة، عايش أداء تتكلم معاه ما انت تكرهي ولا ايش؟ ما افتهمنيش انا ليش. سلامات. بالنسبة لحوار النفس، ما حوار النفس ايضا هنا موجود، لا وعاده يشرح بالتفصيل. يعني المشاهد هذا غبي ما يشوفش، هذا على حمار. يلا عادل. ايه يا ابو وليد جاب ارقامهم؟ أرسلت له بالرقم الجديد اللي عادل اشتريته على أساس إنه رقم علوش، ومنتظر لك تتصل يا أبو عادل. يعني نحن عارفين انه اكبر وافضل قاعدة في عالم الكتابة هي show me don't tell. ايش معنى لما انت تجي تعمل لي ذا تقوم تشرح لي هو شرح؟ لا يا بتشرح ليش هو شرح؟ ورينا يا اخي، ورينا، ادخلنا مش تكلموا مع بعض. استغفر الله العظيم. بس لو عادوا في مسلسل اسمه الزوجة السابعة، هذا يجي كل حلقتين 3 يقوم يتزوج واحدة، بعدين يشعر انه مش مناسب، بعدين خلاص يطلق. لكن مبدئيا انا اعتبره مسلسل جيد، لانه حق الحوارات ما فيه باش تمطيط، حق الاحداث قصته باين، ما في مرة شخصيات تجلس من بداية المسلسل لنهاية المسلسل، لانه كل 3 حلقات في ضيوف شرف. وهذه تقريبا التوليفة الناجحة في عالم الكوميديا اللي شفناه كتير بأعمال بالذات المصرية، فهذه تعتبر نقلة حلوة. أنا بالنسبة لي ككوميديا يعتبر أحسن كوميديا ككوميديا. طيب تعالوا نشوف المسلسل اللي هو مش جيد، لا مسلسل ممتاز. الله، أكيد مسلسل ممتاز. يعني إنه أحسن من الضايع صح؟ لا ما مش أحسن من الضايع من الناحية الإجمالية، مش أحسن من الضايع، لكن في نقطة ما هلش بالضايع، ألا وهي السيناريو. أنا أتكلم الآن عن مسلسل قضاء وقدر. مسلسل قضاء وقدر يا عزيزي أحسن مسلسل من ناحية الكتابة، والسبب إنه ما فيه بوش أحداث مش منطقية، قصته واضح، بكل حلقة في عقبة، والعقبة منطقية. تقريبا ما فيش مرة خرج من عقلية المشاهد. ربما في الحلقة 8 و9 لما كانوا في السجن كان في أوفر، كان في مبالغة، وكان هذه المبالغة يعني إنه الحوار زاد، والأحداث هنا كان ممكن لو أنت قصيت كمشاهد وكملت بتكمل بقية القصة طبيعي، لأنه ما يقدرش خالص المشاهد. ذي مشكلتي الوحيدة. أنا عاجبنا بالمسلسل إنه 15 حلقة، عاجبنا كمان إنه في حلقات كانت لا تتجاوز 10 دقائق. يعني أنت الآن احترمتنا كمشاهد، وهذه النقطة إيجابية صالحة المسلسل. بالنسبة للإخراج ممتاز جدا، محمد الأشوالي أبدعت،
والجماعة اللي اشتغلوا معك في التصوير وإضاءة أبداوا جدا. تقريبا نحن الآن تكلمنا عن 6 مسلسلات يمنية، 6 من اللي أنا شفتوهم، يعني في غيرهم، في عنبر 5، في عيال صالح، في معك الدرس الأخير، أظن ما تابعتهمش. فبالنسبة لي يحصل السنة هذه، هل هي السنة هذه أحسن من السنة اللي قبل؟ لا، ما هيش أحسن من السنة اللي قبل. السنة الماضية كانت طفرة، والسنة اللي قبل كانت أيضا طفرة، ولكن هنا مش النهاية. لازلنا بنناقش كل مسلسل لوحده عبر سلسلة شورت بيكونوا فيديوهات طولية تحت عنوان بدون مقدمات. في أمان الله.